حكاوي تاوي وحلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتكلم على نظام الحكم الفرعوني في مصر القديمة. احنا طبعا نعرف عن الفراعنة الآثار والتاريخ ونعرف يعني نظام الحكم الفرعوني كده ايه بدون تفصيل، ان هو نظام فرعوني. يعني يقول لك نظام فرعوني يعني ان هو كان متجبر وكان كذا وكذا، لكن الحقيقة خلونا نعرف نظام الحكم الفرعوني كان بيتم ازاي. هو في طبعا حكايه مش التجبر، الانفراد بالسلطه والتحكم في كل شيء، دي حقيقه، لكن في جوانب اخرى. فمثلا هنقول انه الى جانب السيطره السياسيه والاقتصاديه والاداريه الواسعه لملوك الفراعنه وحكوماتهم، يعني استحب هؤلاء الملوك ان هم يعملوا لنفسهم، واكد ليهم ده اللي هم حاشيتهم او اشياعهم، ان هم يعملوا قدر كبير من القداسه الروحيه والسياده الدينيه على الشعب، على رعاياهم. يعني يبقى ليهم هم قداسه روحيه وسياده دينيه، كانوا مهتمين قوي بالحته دي. وده ما وصلش لحد التأله، يعني ما ادعوش التأله الصريح. فالملك في عهد الفراعنة كان هو رأس الحكومة، وكان بيعتبر نفسه رئيس الديانة، يعني رئيس الدين ووريث الأرباب. يعني هو وريث الإله، مش هو الإله، هو وريث الإله والوسيط بين الإله وبين الناس. كما أنه كان بيعتبر نفسه من المتحكمين في شؤون الآخرة، أو المهيمنين على مصائر الشعب حتى في الآخرة. فبيقنعوا الناس بكده. ورجال بقى الحاشية يعني كانوا والكهان طبعا، كهان المعابد اللي هم كانوا بيستفيدوا جدا من هذا الحكم بما يخصص لهم من أموال وأراضي وقرابين وسلطة دينية كبيرة على الشعب. فكانوا بيأيدوا ده، بيأيدوا ادعاء الحاكم أو الفرعون نفسه أو لنفسه بالقداسة والسيادة، ورددوا ده في الكلام بتاعهم. النصوص بقى بتاعتهم الدينية والدنيوية رددوه كتير. وكان الحقيقة الناس بقى الشعب أو طوائف الشعب كان في عهود بتآمن بالكلام ده وتؤيد الفرعون على هذا الأمر، وفي عهود أخرى كانت ما بتأيدوش وبتكفر بيه، وكان بيحصل ثورات. فيعني حتى المصريين ما كانوش يعني خاضعين تماما للملك الفرعون في كل العصور، لكن في عصور كانوا ما بيؤمنوش بأن الفرعون ده هو الوسيط أو هو وريث الإله أو هو المتحكم في كل شيء. وفي ناس كانت بتآمن في عصور أخرى، كانت بتآمن يعني وتبجل الملك الفرعون. لكن في أغلب الأحيان كان الملوك بيقدروا أو نجحوا في إن هم يستغلوا سلطانهم الديني والروحي أوسع استغلال، واستغلوا ده عشان ينفذوا كل رغباتهم وأعمالهم الضخمة ومنشآتهم، وإن هم يعني ينفقوا يعني أموال البلاد على المنشآت اللي هي المعابد والقصور دون أي اعتراض من الرعاية أو الشعب. والكهان بقى اللي هو دور الكهان كان إن هم بيتعمدوا في مواعظهم للشعب. ما هو الشعب المصري على فكرة من قديم، يعني من فجر التاريخ، وهو عنده حالة من التدين، يحب يعني كان المصري القديم يتأمل في الكون وبيرجع كل ظاهرة في الكون أو حتى في نفسه لسبب إلهي ولإله خالق هو السبب فيها، وكان يعبده. يعني وتخيل الإله واحد ولكن في أشكال متعددة. فالمصريين كان عندهم حتة الدين دي يعني نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت.
فكان الكهان بيتعمدوا في مواعظهم ان هم ييسروا على الشعب الكادح الشقاء في سبيل تحصيل الرزق، ويخففوا بقى عن الناس الرعاية دول اللي هم بيتكلفوا بمشروعات الملوك والعمل الشاق لبناء المعابد والأهرامات والقصور. بيخففوا عنهم تعبهم وشقائهم بالأمل اللي هو بينتظرهم في الآخرة. يعني بيعدوهم ان هم التعب ده في الاخره انتوا هيبقى ليكوا يعني ايه حظ اوفر، وهيكون ليكوا يعني نصيب ان انتوا تدخلوا الجنه، وان انتوا كمان الملوك دول هيشفعوا ليكوا في الاخره عشان تعيشوا منعمين في الاخره. فعلى اساس ان الملوك كانوا برضو بيوهموهم ان هم، او الكهان بيوهموا الشعب ان الملوك كما انهم متحكمين في شؤون الدنيا او الحياة الدنيا، فهم هيكونوا برضو متحكمين في شؤون الحياة الآخرة سواء بسواء. فدي يعني نبذة عن نظام الحكم الفرعوني في مصر القديمة، وأشكركم وأشوفكم على خير بإذن الله.